مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذا المساء يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر الأفورقي يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط ينظم ورشة حول الاستعدادات الجارية للخريف. تأسيس لجنة وطنية إريترية في جمهورية جنوب السودان. اجتماع وزاري عربي لمناقشة سبل إعادة العلاقات مع سوريا. قتلى وجرحى بعد ضربات إسرائيلية على مطار حلب. بايدن والرئيس الفلبيني يؤكدان تحالفهما وسط توترات مع بكين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. استقبل فخامة الرئيس ياسر الأفورقي في مكتبه في 2 بمبعوث الأمين العام أنطونيو غوتيريش مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية السيد أكيم شتاينر. وأوضح فخامة الرئيس ياسر في اللقاء ضرورة لعب الأمم المتحدة دورا كبيرا فيما يخص عملية إرساء السلام والاستقرار في أفريقيا وتأمين وتعزيز التنمية. وأضاف فخامته قائلا أن دور الأمم المتحدة الفعال يكمن في منح الأولوية للخطوات التي تتخذها المنظمات الإقليمية كمنظمة الإيجاد ودعمها الكامل للجهود المشتركة. من جهته سلم السيد شتاينر فخامة الرئيس ياسر الأفورقي رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة التعاون اللازم مع دولة إريتريا التي تلعب دورا إقليميا فاعلا ومؤثرا لإرساء السلام والاستقرار، مشيرا إلى دعمه الكامل لعودة إريتريا إلى منظمة الإيجاد. وتناول الطرفان نقاشا مفصلا حول القضايا الإفريقية وتطورات القرن الإفريقي والأوضاع السودانية. وقال فخامة الرئيس ياسر الأفورقي فيما يتعلق بالبرامج الإنمائية أن إريتريا تعطي الأولوية في شراكتها مع الأمم المتحدة الظروف المعيشية للمواطنين، وتمنح خاصة خدمات مياه الشرب والطاقة والتعليم والصحة أهمية قصوى. وأكد مدير برامج الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام أنطونيو غوتيريش السيد أكيم شتاينر جاهزية ورغبة الأمم المتحدة بأن تقدم المنظمة دعما أكبر من أي وقت مضى بخصوص أولويات إريتريا. هذا وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبراب. عقد قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط في 2 ورشة عمل تساعد في إجراء الاستعدادات الجادة لموسم الأمطار القادم، شارك فيها مسؤولو وزارة الزراعة وإدارة الإقليم ومدراء المديريات. وأوضح وكيل القسم السيد أسرات هيلي وضع خطة لتنفيذ برامج تنموية كبيرة هذا العام. وقد نظمت الورشة من أجل الحصول على أفكار بناءة وفعالة. وقد أنجزت حتى الآن في كافة المديريات أعمال بناء 472 هكتارا من أعمال المدرجات و28 هكتارا من الأحواض وأكثر من 600 من الحواجز المائية، فيما تم تجهيز أكثر من 2,000,000 شتلة لغرسها مع بدء موسم الأمطار. كما جهز أكثر من 3000 كنتال من بذور القمح المحسنة وسوف توزع على المزارعين بعد اختيار الأرض المناسبة لزراعتها. كما تجرى جهود جادة مصحوبة بدورات تأهيلية وتدريبية لتعزيز المناحل وتنمية الدواجن. وأشار وكيل القسم إلى بناء 4 سدود صغيرة تسهم في تخزين المياه. وقال وزير الزراعة السيد رفين برهي أن أسعار القمح زادت على مستوى العالم ب40%، وعلى عكس ذلك انخفضت في بلادنا نتيجة للجهود الفاعلة التي أجريت العام الماضي بهدف نمو الإنتاج والإنتاجية، مناشدا بضرورة العمل الدؤوب فيما يخص بتطور الزراعة الخالية من التربة. وشدد حاكم الإقليم الأوسط السيد فيساي هايلي بضرورة الدفع بإعداد السماد العضوي من أجل رفع الإنتاج والإنتاجية. تأسست في جنوب السودان في 22 من أبريل المنصرم لجنة وطنية تتكون من 15 عضوا تكمن مهامها في جمع التنظيمات الوطنية والمهنية. وتضم هذه اللجنة المكونة على مستوى جمهورية جنوب السودان ومدينة جوبا التنظيمات المؤسسة مسبقا كتنظيم الجالية والمرأة والجبهة وشباب الجبهة الشعبية والخارجية وجمعية الصهاريج. وأفادت المعلومات الواردة بأن الاجتماع التأسيسي شهد إقامة فروع للجنة الوطنية تمثلت في التنظيمات الجماهيرية والنشاطات والاقتصاد والقدرات المهنية ودورها والدبلوماسية الشعبية والإعلام. وأشاد سعادة السفير يوهانس تخلي ميكائيل بالأنشطة الفعالة التي نفذها المواطنون في جمهورية جنوب السودان من خلال تأطرهم في تنظيمات متنوعة، معبرا عن أمنياته الكبيرة بتقدم وتطور اللجنة الوطنية المكونة في هذا الوقت.
وأوضح سعادته مهام اللجان المصقرة، فيما قدم توضيحا فوتوغرافيا حول هيكل اللجنة على مستوى الوطن والمدن. وفي الختام قدم السفير يوهانس والمدراء التنفيذيين للجاليات توضيحا حول قانونية العناصر التي يجب أن يوفيها الأجانب للإقامة في جنوب السودان بالنظر إلى قانون الجوازات المعمول به في الدولة. عقد ممثلو الإريتريون في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية في 29 من أبريل منتداهم السنوي في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا، قيموا فيه أنشطتهم وبحثوا البرامج الجديدة. وحضر المؤتمر المنعقد تحت شعار وحدتنا وصمودنا قوة دفع لمسيرة وجودنا وتطورنا القائم بأعمال السفارة الإريترية في أمريكا السيد برهاني جبريهويت ومسؤولة الشؤون الشعبية والأهلية السيدة حدنت قلتا. وشارك فيه أعضاء الجبهة والمرأة وشباب الجبهة الذين قدموا من مدن مختلفة. واستمع المؤتمرون إلى التقارير المقدمة وناقشوا ما ورد في تلك التقارير وبحثوا خطة عمل مستقبلية. وفي الختام تبرع المشاركون ب 115,500 دولار أمريكي، مؤكدين العمل بوعي عالي وتنظيم قوي لخدمة شعبهم ووطنهم. في غضون ذلك عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في أمريكا السيد برهاني جبريهويت في 30 من أبريل بمدينة جاكسونفيل سيمينارا للمواطنين تركز حول أوضاع البلاد الراهنة وكذلك تعزيز قدرات التنظيمات. حصلت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب خلال الربع الأول من العام 2023 على مساعدات مالية قدرها 192 ألف دولار أمريكي و8850 يورو و7800 دولار كندي تبرع بها المواطنون المحسنون المقيمون في مختلف الدول. وسوف تسخر تلك الأموال في إعادة تسريح المعاقين. ووفق المعلومات الواردة من الجمعية تبرعت الجالية الإريترية في إسرائيل ب 177,210 دولار أمريكي، والإريتريون المقيمون في أوتلاند وبورتلاند ب 14,745 ألف دولار أمريكي، والمقيمون في النرويج ب 8,850 يورو، والمقيمون في كندا ب 7,800 دولار كندي. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال مسؤولون أن مجموعة من وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تاريخيا مع نظيرهم السوري في الأردن لمناقشة سبل إعادة العلاقات مع سوريا في إطار تسوية سياسية للصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. وهذه أول محادثات تجمع الحكومة السورية ومجموعة من الدول العربية منذ قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في العام 2011. ودعا الأردن سوريا للاشتراك مع الدول العربية في وضع خارطة الطريق لإنهاء الصراع ومعالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين وتهريب المخدرات والميليشيات المدعومة من إيران هناك، وكلها قضايا تؤثر على الدول المجاورة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي التقى نظيره السوري فيصل المقداد بشكل ثنائي قبل الاجتماع الأوسع الذي ضم وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن في عمان. وأضافت في بيان أن الوزيرين ناقشا قضايا اللاجئين والمياه ومسألة الأمن على الحدود التي تشمل مكافحة تهريب المخدرات. قتل عسكري وأصيب 7 أشخاص آخرين في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا، وأدت إلى خروج مطارها عن الخدمة وفق تصريحات وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا. وأشارت الوكالة إلى أن القصف أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 7 بجروح بينهم مدنيان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة. من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان دوت عدة انفجارات في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري في حلب نتيجة استهداف إسرائيلي. وأضاف المرصد أن القصف أدى إلى اشتعال في مستودع ذخيرة موقعا أضرارا مادية كبيرة في المطارين وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة مؤقتا. استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس في البيت الأبيض، وتصدرت قضية توسع بكين على طرق التجارة الدولية والجزر الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي جدول مباحثاتهما. وشدد بايدن على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن الفلبين، فيما أشار ماركوس إلى أوقات عصيبة تمر بها بلاده، موضحا أن الفلبين تجد نفسها في وضع جيوسياسي هو الأكثر تعقيدا في العالم حاليا. ويقوم ماركوس بزيارة إلى واشنطن تستغرق 4 أيام وتأتي في أعقاب زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأسبوع الماضي واجتماع بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض يناير الماضي.
ووفقا للمسؤول فإن زيارة الرئيس الفلبيني ستشهد تعهد الولايات المتحدة بتطوير علاقتها الاقتصادية مع مانيلا التي تعد الصين أول شريك تجاري لها، ولا سيما في مجال الطاقة الخضراء والابتكار التكنولوجي والمعادن الاستراتيجية والأمن الغذائي. في الخبر الأخير، عقدت اليابان وكوريا الجنوبية أول اجتماع ثنائي لزعماء التموين منذ 7 سنوات، في إشارة إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في الذوبان وسط تحديات مشتركة من التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويأتي استئناف المحادثات المالية الثنائية قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المزمعة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس يون سوك يول. وقال وزير المالية الياباني شونديشي سوزوكي في الاجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو أن اليابان وكوريا الجنوبية جارتان مهمتان يجب أن تتعاونا لمواجهة مختلف التحديات المحيطة بالعالم والاقتصاد، وكذلك المجتمعين الإقليمي والدولي. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. فخامة الرئيس يوسف ورقي يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط ينظم ورشة حول الاستعدادات الجارية للخريف. تأسيس لجنة وطنية إريترية في جمهورية جنوب السودان. اجتماع وزاري عربي لمناقشة سبل إعادة العلاقات مع سوريا. قتلى وجرحى بعد ضربات إسرائيلية على مطار حلب. بايدن والرئيس الفلبيني يؤكدان تحالفهما وسط توترات مع بكين. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.